الحقيقه انا مندهش ازاي ان راجل زي المستشار الغرياني ده كان راجل رئيس مجلس القضاء الاعلى ويشرف على هذا الكلام الفارغ. يعني الحقيقه ده عيب. والنهارده بنقرا ان هذه اللجنه اللي وضعت هذا الدستور انفقت 25 مليون جنيه. لكن انا مصر على ان احنا نعمل دستور للسبب اللي قاله الاستاذ عبد القادر الشريف، وهو حكايه ان احنا متخوفين من حزب النور. آن الأوان بوضوح لأن يخرج ما يسمى تيار الإسلام السياسي من اللعبة. آن الأوان. إذا ما خرجش، وهذه اللحظة المناسبة، إذا ما خرجش يبقى ما عملناش حاجة، لأن حزب النور أخطر وأسوأ كثيرا من الإخوان المسلمين. الإخوان المسلمين بيلعبوا مع الأمريكان وبيلعبوا مع الإسرائيليين، دول شوية دول حاجة تانية. وفكرة بقى إنه والله يعني أنا آسف في التعبير، ده بالظبط زي كده زوجة تصبح لزوجها هات النهارده 100 جنيه، فيقول لها انا معيش، تقول طب والله انا هروح الشقه الفلانيه. هم دول نفس الحدوته، يا سيدي تعالى لا انا هروح ربع العدويه، روحوا في 60 دقيقه. لهذا السبب لان هم شبابهم هناك. آن الأوان أن يخرج تيار الإسلام السياسي أو ما يسمى بالإسلام السياسي من هذه اللعبة اللي عملها فينا حسني مبارك ومن قبله أنور السادات، ونعمل دستور مدني حقيقي. أو لا نخجل من أن نقول نحن نريد مصر. احنا بنكذب وبنقول مصر بلد متدينة بالفطرة، أنا بقول مصر بلد علماني بالفطرة. اللي حصل امبارح هو ده. فلا بد ان احنا نحط دستور جديد يخطو بمصر الى الامام، دوله وطنيه مستقله مدنيه عصريه. انما انا اجي اتكلم عن دستور مش بيتكلم عن حدود مصر، مش حاطط حدود مصر، ده ايه ده دستور لمين ده ان شاء الله؟ لموزمبيق ولا لمين؟ ولا عشان يدي حلايب شلاتين ويخلص موضوع دارفور ويدي سينا مش عارف لمين، وبعد كده ليبيا تاخد واحد تاني؟ مش ممكن. هذا الدستور يجب ان يسقط ولو اقتضى الامر. وخلونا بقى نتكلم بصراحه ونبطل الرومانسيات. مفيش ديمقراطيه ومفيش مجتمع انتقل الى الامام بدون دم. في دم نزل ودم هينزل وهينزل. قضيتنا ان احنا ما نعملهاش حرب اهليه وما نعملوش دم غزير، لكن لابد ان احنا نكون عارفين في فاتوره هتدفع. مفيش بلد خد حريته وخد ديمقراطيته بالمجان. فكره الرومانسيه اللي احنا قاعدين فيها ديت لا. واضح. حاضر انا عارف استاذ علي ماهر بس مؤشره تدي معلومه. انا واخد اتكلم ترتيب الايات معلومه وبعد كده هرجع لترتيب الايات. اتفضل. الحقيقه يعني انا مضطره ان انا اتدخل واقول معلومه لانها واجب وامانه وطنيه في هذه المرحله. الذي حدث في اللحظات الحرجه والشعب المصري في الشارع 33 مليون بيملوا ارادتهم على ايا من كان وهو في موقعه، انه كان المطروح ان يكون هناك تعطيل للدستور وعوده للدستور 71 بتعديلاته، الا ان جبهه الانقاذ نقلت عن طريق الدكتور البرادعي انها ترفض هذا وانها تقبل بالتعديل على دستور 2012 ارضاء لوجود حزب النور. وانا اعتقد ان هذا الموقف من الجبهه انا اول مره بعلنه للشعب المصري، لان انا اتحدى ان تكون الجبهه قد اعلنت عبر كل قياداتها عن موقف واضح ومحدد في قضيه الدستور خلال الشهر اللي مضى من 30/6 حتى الان. الذي حدث ان هناك اشتباك حقيقي بين النخبه السياسيه في مصر، ويؤسفني ان اقول ان بعض هذه النخبه سقفها هو سقف الموقف الامريكي الذي يريد لهذا الدستور ان يستمر فقط لانه يصنف مصر طائفيا. يؤسفني ان اقول ده. انا بقول الكلام ده عشان اذا كنا احنا جادين في تحمل مسؤولياتنا التاريخيه امام الشعب المصري، فلا بد ان ينتظم كل من يدعي قياده هذا الشعب وهذه الثوره في صفوف الحق لهذه الشعوب في ان تكون كلمتها بمصيرها بايدها. ليه بقول ده؟ لانه المستشار عدلي منصور الرئيس المؤقت ايضا بيان القوات المسلحه في لحظه الحسم ليست قرانا يملى على الشعب المصري، لانه هذا هو الاختيار الذي تم في لحظه بينقل فيها من خلال ان الدكتور البرادعي راح متفاوضا باسم مصر، في حين انه لم يناقش احد في مصر وتحدث في الكواليس باسم الجبهه، والجبهه لم تكن مفوضه للحديث باسم مصر. لكن هذا هو حجم الخطا التاريخي الذي ارتكب. ولو كان في تحفظ على هذا مقابل فيتو يفرضه حزب النور اذا جاز ان هناك من يحتمل ان يكون هناك فيتو لحزب النور والشعب المصري في الشوارع، فكان على الاقل الامانه التاريخيه تستدعي ان يتم التحفظ على ده. ده ما حصلش، وبالتالي فاحنا في مأزق
تحمله النخبة السياسية في مصر، لأنها لم تعبر عن موقف مبدئي في قضايا استراتيجية للشعب المصري. دستور قضية استراتيجية، مش قضية مساومات، ومش قضية تقديم تنازلات لأن البعض لديه رغبة في أنه ينزل رئيس جمهورية ولا يحظى برضا حزب النور. الشعب المصري أكبر من كده ومصر أكبر من كده. وهذا الأمر أنا بعتبر أنه التعبير المباشر عنه من كل القوى السياسية والنخب السياسية والأطياف المجتمعية هو الذي سيضع السلطة الفعلية أمام مسؤوليتها التاريخية في تعديل المسار. لأن احنا مش مجبرين على التعديل على هذا الدستور، احنا مكرهين على التعديل عليه لأنه بعضنا لا يتحمل مسؤوليته أمام التاريخ. أنا حبيت أقول ده عشان أبقى أبرت ذمتي أمام الله وأمام التاريخ، لأن فعلا أنا يؤسفني أن أقول إني أنا طلبت من عديد من القيادات أن تعلن عن موقفها ببيان للشعب المصري، تخرج الجبهة زي ما كانت بتخرج كده كل يوم بمؤتمر صحفي وتعلن موقف في الدستور. ده ما حصلش لأن هم فعلا الغالبية فيهم مختلفين والأقلية هي التي تنادي بدستور جديد للبلاد. وإن كانوا عملوا ده كان زمانهم حمونا من إننا نبقى في يعني إيه اختيارات في الكواليس. جزء من المهانة إنه يفرض علينا ما يسمى بسرية الحوار حول الدستور، لأنه لا لجنة ال10 ولا لجنة ال50 تملك أن تناقش دستور في غرف مغلقة، ويجب أن يكون هذا معلن للشعب المصري، نعرف إيه اللي بيحصل في الاجتماعات وتنقل على الهواء للشعب المصري. لأن أنا أعلم جيدا إنه الفقهاء الدستوريين اللي موجودين في لجنة ال10 فيهم ناس عالي المقام، يعني كلهم بلا استثناء، ويمكنهم كانوا أن يؤدوا دورا في توصيف الحالة الدستورية لمصر علنا أمام الشعب المصري، وهم ما كانوش هيقولوا أقل من اللي أنا قلته في هذه الغرفة المغلقة، ويعلموا جيدا خطورة المسار وخطورة الدخول في فكرة الإصدار وخطورة أن يصحح دستور في 90% من مواده، لأنه في مواد هتحذف ومواد هتضاف ومواد هتتعدل، معناها أن الدستور بالكامل مش موجود. ما الذي يجبرنا على هذا؟ فقط أننا نجبن عن مواجهة الموقف، أو أننا نضمر في داخلنا غير ما نعلم ببساطة شديدة. وما زلت أقول إنه اللي بيهزم هذه الثورة هو النخبة السياسية في مصر، وللمرة الثانية هي هزمت الثورة في 25 يناير بأنها لم تتحد ولم تتفق ولم تخلق منها قيادة مسؤولة تحترم الشعب المصري، والآن هي تضيعه في القضية الاستراتيجية وقضية الدستور. شكرا. طيب اللي هيتكلموا بعد كده يفدوني لخطوات جديدة. الأمر واضح بالنسبة لي، لا حاجة إلى تعديل هذا الدستور لأنه به عوار دستوري وبه عوار موضوعي يصل إلى 20 سبب في ضوء ما فيه. الأستاذ هاني اتفضل باختصار. باختصار شديد جدا، أنا بعتبر إن ثورة 25 كانت انتفاضة. إذا احنا في ثورة. طب ثواني بس، أنا جاتني معلومة إن إحنا على الهوا. أنا دايما معلش أنا جاتني دلوقتي. على الهوا دي إمتى؟ ثواني عليا. لا أنا على الهوا من إمتى؟ من أول ما دخلت. كان لازم حد يقول لنا. أنا أول مرة أعلم الآن إن إحنا على الهوا. إحنا طبعا ما فيش مشكلة، بس كويس نبقى عارفين. اتفضلوا، أنا حبيت أقول المعلومة دي. حاضر. يبقى طالما على الهوا هنقول براحتنا أكتر. ممكن أكمل؟ اتفضل يعني. طيب إذا احنا بنعتبر إن ثورة 25 انتفاضة أو إلى آخره، فثورة 30 خدت الشعب كله. بالنسبة لنا احنا، هل نزول الشارع مرة ثالثة هيعمل دستور جديد؟ على أساس إن الدستور اللي حطه الإخوان وسايبين دين ليهم في اللي هو حزب النور. فهل نزولنا مرة ثالثة الشارع هيجيب جديد ولا لا؟ طيب ده سؤال مطروح. أبونا رفيق جريش، القس محسن، القس إكرام، القس مكرم نجيب، نهلة قبلهم، والدكتورة أمنة والأستاذة منال. حاضر. القس رفيق وبعد كده